السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مساء الفل والورد والياسمين، مساء الرضا من رب العالمين. حبايب قلبي وحشتوني، يا رب تكونوا بخير. تعالوا بقى نصلي على النبي ونشوف الغدا ايه النهارده. احنا عاملين حاجات حلوة قوي وجميلة، وكمان يعني اللي عايز ياكل من ده ياكل، اللي عايز ياكل من ده ياكل. انا هنا كان عندي اللي هو العصب بتاع اللحمة ده تحفة، زي الكوارع بالظبط، بالذات لما تكوني جايباه من حد نضيف. طبعا عملته معاكم قبل كده وجربناه كذا مره. انا عندي ما بياكلوش الكوارع قوي عشان بتبقى الرجول، يعني انا بجيبها بس مش بيحبوها قوي، لكن العصب ده بيبقى فيه حتت ناشفه كده. هنا كنت بجيب خضار وجبت القطه دي، لقيتها يعني وش القفص كده وطازه. جبت 5 كيلو. بصوا عامله ازاي، جميله على فكره، يعني الواحده بوحدتها كده. قلت اعملهم صلصه. ماشي، اصل القطه تقريبا كده هتغلى ب10 جنيه، ودي لقيت الراجل اداها لي ب5 جنيه الكيلو، حلوه. ودول كان عندي شويه ورق عنب، يعني شويه خلطه زودت عليهم ولفيت ورق عنب، عشان عندي في بياكل الفته وفي لا. خلاص. دي طبعا الصلصه هي بتاعت الفته، عملتها في ثانيه. حطيت الكوارع طبعا تتسلق اول حاجه، ودي القوطه اهي. طبعا حطيت لها كل الحاجات، وده الرز ابيض عشان الفته، والمحشي اهو بيستوي. بس معرفش ليه خد وقت جامد قوي في السوا، مع اني عملته يعني قبل كده. يمكن عشان الخلطه ما كانتش متسبكه زي ما انا بسبكها. حطيت رز ناشف. انا طبعا حمرت اهوت التوم كده، خليته يا دوبك اصفر، وحطيت القوطه، وحطيت بقى البهارات، ملح وفلفل وبهارات وفص ماجي وخل، بتاع مثلا هنقول ربع كوبايه خل. وده العيش الشامي، عندي بيحبوا الفته بالعيش ده اكتر من العيش البلدي، يعني انا بحبها بالعيش البلدي، هما بيحبوها بالعيش ده. بصوا بقى الجمال والحلاوه. طبعا الاكل ده تحفه، ما حدش بيقدر ما يعني يستغنى عنه فتره كبيره. فانا عملت بقى جنب العصب دوت الفته، وعملت بقى ورق العنب. هي كمان لو كانت اتحطت في ورق العنب بتبقى حلوه قوي. بصوا الجمال والحلاوه. وحطيت فيها بقى فص ثوم وهي بتتسلق. وعملت كده الطبق ده للي عايز ياكل. وعملت شويه ورق عنب اهو، وصلصه زياده. ده كان شكل الغدا. بألف هنا وشفا على قلبكم. يا رب تكونوا بخير. اشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.